توقف تطبيق التراسل الفوري والدردشة وتسآبل عن العمل قبل لحظات قليلة من الآن. وانتشرت أخبار توقف هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم على المواقع الإلكترونية المختصة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى المستخدمون في عديد من الدول من هذا المشكل. ومنذ ليلة اليوم وإلى غاية هذه اللحظات أصبح من المستحيل على مستخدمي تطبيق الدردش والتراسل الفوري واتسين آب إرسال رسائلهم النصية أو حتى الاتصالات الصوتية المرئية، وهو ما أثار الكثير من الاستياء بين المستخدمين، حيث سجل توقف الخدمة أو انقطاعها المتكرر في عدد كبير من مناطق العالم. وإلى الآن لا يوجد هناك أي تعليق من الشركة المطورة لتطبيق واتسين آب والتابعة لشركة فيسبوك لمعرفة السبب الحقيقي لتوقف هذه الخدمات والتي يعاني منه كما أشرنا مستخدمون في جميع أنحاء العالم. توقف تطبيق التراسل الفوري والدردشة وتسآبل عن العمل قبل لحظات قليلة من الآن. وانتشرت أخبار توقف هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم على المواقع الإلكترونية المختصة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى المستخدمون في عديد من الدول من هذا المشكل. ومنذ ليلة اليوم وإلى غاية هذه اللحظات أصبح من المستحيل على مستخدمي تطبيق الدردش والتراسل الفوري واتسين آب إرسال رسائلهم النصية أو حتى الاتصالات الصوتية المرئية، وهو ما أثار الكثير من الاستياء بين المستخدمين، حيث سجل توقف الخدمة أو انقطاعها المتكرر في عدد كبير من مناطق العالم. وإلى الآن لا يوجد هناك أي تعليق من الشركة المطورة لتطبيق واتسين آب والتابعة لشركة فيسبوك لمعرفة السبب الحقيقي لتوقف هذه الخدمات والتي يعاني منه كما أشرنا مستخدمون في جميع أنحاء العالم.